مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض محشي البطاطس والبصل، بس حاجة تحفة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنا نزلت بالزيت ونزلت بالبصل، قطعته مكعبات صغيرة ورشة ملح. البصل مش هحمره، هخليه بس ياخد لون ذهبي كده، وبعد كده هنزل بالصلصة. بس كده هو ده اللون اللي انا محتاجاه. وهنزل هنا بعصير الصلصة، بس وهسيب الصلصة تتسبك وتعالي نشوف نعمل ايه. هنا معايا مية مغلية، وهنزل بالبصل قشرته وفتحته بالسكينة كده في النص. ما تقطعيش البصلة للآخر، لا هفتحها في النص بس كده، وبعد كده اوريكي ايه تقبى ازاي. بس هنا البصل هيطلع معاكي ورقة ورقة اهو زي كده. طبعا انا مش عايزة اطول الفيديو عليكم، فانا خلصت سلق البصل، وهنا هفكه بالورقة. بصي هيطلع معاكي كده. طريقته سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. كل الورق ده هنحشيه، والورق اللي مش هيتحشي او ما هينفعش اللي هو الصغير خالص ده اللي في قلب البصل ده هقولك هنعمله ازاي. بس هنا انا هفك كل كمية البصل اللي معايا بالشكل ده. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا معايا انا البطاطس مقوراها كلها، بس هوريكم واحدة هي طريقتها سهلة قوي. هتقطعي حتة من فوق وهتقوريها عادي خالص زي الكوسة او البتنجان بالشكل ده. وغسلتهم كويس قوي ونقعتهم في المية والخل. وهنا الصلصة اتسبكت معايا، وهنزل بالتوابل: بابريكا وفلفل اسود، يعني كل التوابل اللي انت بتحبيها حطها في المحشي. ودي التوابل بتاعة المحشي. بس وبعد كده غسل الرز كويس قوي، وهنزل بيه على الصلصة. بس وهقلبهم كده كويس، وبعد كده هنزل بالخضرة بتاعة المحشي. هقلبها كويس جدا. بس تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا كل اللي طلع من البطاطس طبعا ما رميتهوش، واللي اتبقى من البصل اللي ما ينفعش يتحشي حطيته في الصينية بتاعتي، وهحط فوقيه البصل والبطاطس. بص، لا حشو البصل طريقته سهلة. هتمسكي بالورقة بالشكل ده، وهتحطي الكمية اللي هتناسب الورقة معاكي، وهتلفيها بالشكل ده. ما تقلقيش، ما بتتفكش خالص. بس كده. اعمل واحدة كمان. بص كده. هتحطي كمية الرز المناسبة، وما تزوديش طبعا عن الورقة علشان ما يطلعش من بره. بس هتلفيها بالشكل ده. عبيري، ده اهي انت كده. بهرتيني بهرة.
هتلفيها كده بس كده. لازم ابهرك. تخرين عشان احميها ليه؟ يعني طريقته سهلة، و طعم البصل حلو قوي في المحشي، وطريقته مش هتاخد منك وقت يعني. هنا خلصت كمية البصل معايا. بعد كده هحشي البطاطس. والبطاطس طبعا ما بياخدش في الحشو كتير، بس هتعمليها بالشكل ده كده. بس هتحشي الكمية اللي انتي عاملاها بنفس الطريقة دي. حابة تزودي او تقللي براحتك خالص، على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. بس هتحشيها بنفس الطريقة دي كده، وسهلة وبسيطة جدا، ومحشي مختلف، طريقته حلوة، وطعمه في الاكل حلو قوي. البصل الاحمر ده بيبقى مسكر في الاكل. بس كده هخلص كل الكمية اللي معايا بعد كده. بس هنا خلصت الكمية بتاعتي اهي. وهنا هزود بالشوربة بتاعتي. انا حطيت مرقة وحطيت بابريكا والملح وزودتها، بس مش هزود كتير علشان البصل والبطاطس اللي انا حطاهم في الصينية طبعا هتنزل مية. وبعد كده هغلفها بورق الفويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد معايا حوالي كده ساعة ونص، بس هتطلع طعمها تحفة وريحتها روعة. بس هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 وهسيبها لحد ما تستوي خالص. وهنا كان عندي كمية ورق كرنب حشيته معاها وزودتها بالشوربة، وهغلفها برضو بالورق وهدخلها الفرن. وهنا جهز المحشي اهو، ريحته وطعمه كانوا روعة. جربيه وهيعجبك ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع ألف سلامة.